في خبر جديد ومهم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع منظومة هيمارس الصاروخية للجيش المغربي. وذكر البنتاغون أن الأمر يتعلق بصفقة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة هيمارس وبعض معدات العسكرية والصواريخ المتطورة بتكلفة تقديرية تبلغ 524 مليون دولار، حيث ستدعم عملية البيع السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا. وستعمل الصفقة المقترحة على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستساهم كذلك في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدودها، مما سيساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي. وسيعزز أيضا قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة المغربية التي تتدرب بشكل دوري مع القوات الأمريكية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والمنظمات المتطرفة في المغرب العربي ومنطقة الساحل. وفيما يلي تفاصيل هذه الصفقة: 18 قاذفة صواريخ M142 عالية الحركة هيمارس، وهي راجمة صواريخ سريعة التنقل تركب على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة، وبمقدور هذه الأنظمة أن تحمل على متنها 6 قذائف نفاثة أو صاروخا باليستيا واحدا. ويبلغ مدى إطلاق الصواريخ هيمارس من 70 كيلومترا إلى 300 كيلومتر، كما أنها تستطيع اكتشاف الأهداف وتدميرها في أقل من 16 ثانية. كما تتضمن الصفقة 40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية M57، وهو صاروخ باليستي تكتيكي يعمل لدى 4 دول فقط، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان. ويبلغ نطاق الصاروخ 300 كيلومتر، وطوله 1.4 متر، وسرعته القصوى تتجاوز 1 كيلومتر في الثانية، حيث يتم توجيه الصاروخ عن طريق الملاحة بالقصور الذاتي وبمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS. هذا بالإضافة إلى 36 رأسا حربيا بديلا لأنظمة إطلاق صواريخ المتعددة M30A2 الموجهة، والتي يبلغ مداها 150 كيلومترا، 9 مركبات من فئة M1152A1 ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، بالإضافة إلى 18 نظم بيانات المدفعية الميدانية التكتيكية الثابتة والمحمولة. وهي صفقات ستعزز من قوة الجيش المغربي.